أهلا بيكم في قناة مراجعة أفلام ومسلسلات، القناة اللي بتقدم لكم تحليل ومراجعة لأشهر وأجمل الأعمال الدرامية. ولو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وحصري. مسلسل يوميات ونيس من أنجح وأشهر الأعمال الكوميدية الاجتماعية اللي اتعرضت في مصر والوطن العربي. بدأ عرضه سنة 1994 ومن بطولة الفنان الكبير محمد صبحي في دور ونيس، والفنانة سعاد نصر في دور ميسة، بجانب مجموعة كبيرة من الأطفال اللي مثلوا أولاده. الفكرة: المسلسل مش مجرد كوميديا عائلية عادية، لكنه كان مرأة للمجتمع المصري. ونيس كان دايما بيحاول يربي أولاده على القيم والأخلاق، ويحارب السلبيات اللي بدأت تنتشر في المجتمع. ومن خلال المواقف اليومية البسيطة كان بيناقش قضايا مهمة زي الصداقة، الاحترام، التعليم، وحتى تأثير الإعلام. التحليل: النجاح الكبير للمسلسل بيرجع لعدة عوامل. أولاً، الواقعية، كل بيت مصري شاف نفسه في ونيس وأولاده. ثانياً، الأداء التمثيلي، محمد صبحي وسعاد نصر كانوا ثنائي رائع، وكيمستري بينهم كانت سبب رئيسي في تعلق الناس بالمسلسل. ثالثاً، الرسالة، العمل قدر يجمع بين الضحك والفكر في نفس الوقت، ودي معادلة صعبة جداً. كمان الموسيقى التصويرية والجو العائلي الدافي كانوا بيخلوا المشاهد يحس إنه جزء من الأحداث. التقييم: يوميات ونيس يقدر يتصنف كواحد من أفضل المسلسلات الكوميدية الاجتماعية في التسعينات. هو مش بس مسلسل، لكنه مدرسة تربوية بأسلوب بسيط وممتع. أنا شخصياً بقيمة 9 من 10، لأنه قدر يسيب بصمة لحد النهاردة، ولسه بيتشاف وبيضحكنا ويعلمنا. قولولي في التعليقات إيه أكتر موقف أو حلقة بتحبوها في يوميات ونيس، وهل تحبوا تشوفوا مراجعات أكتر لمسلسلات التسعينات؟ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناة مراجعة أفلام ومسلسلات وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.